لاول مره عروض الصوت والضوء هتبقى بتقنيه الواقع الافتراضي الفي ار. اي حد هيزور الاهرامات هيبقى عنده فرصه الرجوع بالزمن للحضاره المصريه القديمه، وهيقدر يتمشى افتراضيا داخل المواقع الاثريه التاريخيه. ده لان وزاره السياحه والاثار اعلنوا ان عروض الصوت والضوء هيتم استخدام تقنيات الواقع الافتراضي فيها، واللي هيحضروا العرض كلهم هيلبسوا نظارات الفي ار. ومن الاماكن اللي هيبقى فيها العروض مقبره توت عنخ امون بكل ما فيها من مقتنيات واثار. كمان هتقدر تتفرج على عمليه بناء الاهرامات بتفاصيلها الهندسيه والمعماريه، وتشوف اسرار الاثار الغارقه بمدينه الاسكندريه القديمه، اضافه لطقوس واسرار التحنيط عند قدماء المصريين. تقنيه الذكاء الاصطناعي مش بس هتكون موجوده في عروض الصوت والضوء، كمان بحسب وزاره السياحه والاثار فمصر هتستخدم الاي اي علشان تحمي الاثار اللي موجوده. فمن كام يوم بس المتحف المصري نظم فعاليه عن توظيف الذكاء الصناعي في الصيانه والترميم بالمتاحف، سلط فيها الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في دعم جهود الترميم والحفاظ على المومياوات والمقتنيات الاثريه، ده من خلال احدث التقنيات البحثيه والاساليب التطبيقيه. كمان تم عرض تفصيل عن التقنيات المتقدمه المعتمده في صيانه المومياوات. فاسرح بخيالك انت وشوف ايه ممكن يحصل لما نعمل ميكس الحضاره والتاريخ مع التقنيات الحديثه.